معلش يا هشام، انت عارف يا حبيبي اللي انا فيه، عارف مسؤولية البيت والولاد، وشوكة جوزي مش هعرف اسيبه لوحده مهما حصل. معلش يا حبيبي خليك انت قاعد معاها شوية، او اتصل باهلها وهم يجولها، هم اولى بيها يا حبيبي، ما تتعبش نفسك. هقولك بص، انا هكلمك بعدين علشان خاطر بس انا مش عارفة اتصرف دلوقتي. روح انت يا حبيبي، روح لها المستشفى وانا هكلمك تاني. يلا مع السلامة، علشان خاطر عايزة الحق اعمل الاكل لولادي وجوزي. وفعلا رجعت المستشفى لسميحة مراتي، بس للأسف بعد ما خدت صدمة عمري لقيت شريط حياتي معاها ومع أزمتها اللي مسبتهاش فيها لحظة، وازاي انا جيت على بيتي وولادي علشانها، وهي وعيالها وهي ولا هي هنا. يا ريته طمر فيها. خدت صدمة عمري ورجعت المستشفى، ما بقتش عارف ارد عليها اقول لها ايه ولا اعمل ايه. دخلت لسميحة مراتي وقلت لها حقك عليا يا سميحة، انت طلع عندك حق في كل كلمة قلتيها، واختي ما طلعتش جدع ولا سندتني لما احتجت ليها. حقك عليا، اوعدك ان انا من هنا ورايح يبقى اهم حاجة عندي انت وبيتي وولادي وبس، مش هسيب اختي ولا حاجة، بس كله هيبقى في الحدود. اوعدك يا سميحة، وحقك عليا مرة تانية. يلا يا هشام يا حبيبي، الأكل جاهز، يلا عشان نتغدى مع بعض. حاضر يا سميحة يا حبيبتي، انا جاي وراكي اهو، اطلعي انت وانا جاي وراكي. عاوز بس اقول لكم على حاجة، انا ما سبتش اختي ولا اتخليت عنها، انا بقيت بساعدها على قد ما بقدر. وشوكة جوزها اضطر ان هو ينزل يشتغل لما لقى ان الفلوس اللي داخلاله مش هتكفيهم، وساعتها فعلا هو بدأ يتصرف، وهو ده الصح. المفروض ما نشيلش حمل حد، نساعده على قد ما نقدر، لكن ما نجيش على نفسنا علشان خاطر اي حد، لان ده ما يرضيش ربنا ابدا.